فيلمنا بيتكلم عن توينز توأم بيرجعوا للمدينة بتاعتهم تاني وبيشكلوا فريق عشان يفتحوا نادي للموسيقى في البلد بتاعتهم دي. فبنشوف رحلتهم في ان هم يلموا التيم بتاعهم. طول ما احنا في الحدوتة كده في الاول بيبقى فيه هنت ان في حاجة مش مظبوطة في البلد دي، او ان البلد دي فيها قوة خارقة للطبيعة. اه. اه، بعد كده بتتوالى الاحداث وبنشوف ايه المصير بتاع كل شخصية من عندنا في الفيلم ده. الفيلم من بطولة مايكل بي جوردن وهايلي ستاينفيلد وجاك أوكنيل، ومن إخراج رايان كوجلر، راين وتأليف كوجلر كمان رايان كوجلر. هو اللي على طول بيشتغل مع دائما وابدا مع. مايكل بي جوردن. اعتقد هو اكتر فيلم مجنون واحد دخل في السينما، اكتر فيلم مجنون مسلي الواحد دخله السينما من زمن. امم. لان في افلام مجنونه الواحد دخلها سينما مش مسليه خالص، يعني لو حد عنده القدره انه يخش اي ماكس خشوا اي ماكس. الفيلم ده مبهر بصريا ومبهر سمعيا. تجربه الصوت في خصوصا الفيلم ده تجربه فريده للغايه، يعني دي حاجه ما بنتكلمش يعني عليها كتير. مع ان في الفترة الأخيرة السينما ملموس جدا تطورها في الصوت. السينما بقى لها فترة كبيرة جدا في الصورة. يعني مش شايف ان في اعلى من كده وصلنا له، يعني سواء افاتار دون بقى كده. احنا بنلعب في بار عالي جدا. ايوه. الفيلم ده يا جماعه خشوه ايوه، ده سينما. فيلم سينما ما تستناوش ينزل في سويش البيت. ينزل. كل التجربه الصوتيه والسمعيه دي والبصريه دي في السينما. لان التجربه الصوتيه يمكن مثلا لو هتكلم في دون وفي اوبنهايمر، التجربه الصوتيه كانت تجربه. احنا هنا مثلا عندنا قنبله وهنا عندنا معارك وحروب وكده وورم، لكن هنا التجربه الصوتيه جايه من الساوند تراك اللي مش طبيعي. والساوند تراك حاجه والسكور حاجه تانية. السكور هي المزيكا بتاعت الفيلم، المزيكا مثلا الثيم بتاع البطل. لكن الساوند تراك هي الاغاني اللي بتشتغل جوه الفيلم. الساوند تراك انا مش عايز ابالغ، بس انا بقالي كتير قوي ما سمعتش جميل الساوند تراك جميل بهذه جميل. العظمه. مش عظيم. سكور. لو سكور في اوبنهايمر كساوند تراك. وسكور. هو انت عارف مين عمل وسكور السكور؟ عارف هو بتاع اوبنهايمر لودفيج بتاع جورانس. البلوز. انا ماليش في البلوز بقى، انا بقى راجل ماليش في البلوز مم. خالص. رائع. يعني انا مش مم. من محبي الكانتري ميوزك. مم. انا بقى قاعد في الكانتري ميوزك، واو جامد. مم. بتتكلم على وايت كانتري ميوزك طالعه من صناع مم. سمر. في شابوه جدا للنوع ده من الموسيقى واحترام كبير للنوع ده من الموسيقى. انا عندي مميزات كتيره في الفيلم. مميزات كتيره من ضمنها ان الفيلم اتكلم في حاجات كتيره، وتحس ان الفيلم ما ينفعش تزنقه في جنرا معينه. يعني ما ينفعش تقول الفيلم ده اكشن، او ان ده مثلا فيلم رعب، او ان هو فيلم فامباير، او ان هو فيلم درامي، او ان هو فيلم موسيقي. يعني في اوقات كتيره في الفيلم احنا بنغني كاي فيلم ميوزيكال تاني. الفيلم عدى على كل الجينرز دي. ما اقدرش اقول ان في جينرا مثلا لا كانت مخيشه منه، او ما اقدرش اقول ان كان في جينرا مش مهمه. الفيلم غير نفسه اكتر من مره، وفي كل مره كان بيغير نفسه في الوقت الصح بيديك حته فريش في الفيلم. هتبتدي تزهق من هنا، تعالى الفيلم ده بيغير نفسه تقريبا كل تلت ساعه. وخلي بالك ممكن تبقى عيب، هو حولها لميزه. جريء. هو فيلم جريء جدا. يعني ممكن الفيلم يتدارى تحت ستار ان هو بيتكلم عن حاجة خارقة للطبيعة، بيتكلم عن فامبايرز. لا يا جماعة، لا خالص. عايز تتفرج عليه كده هتستمتع جدا. ساعتين ممتعين جدا، ساعتين وربع تقريبا ممتعين جدا. عايز تقعد وتتذوق وتركز في الكلام اللي يتقال، وتركز في الصورة اللي بتقول، وتركز في المواقف اللي بتتصمم. فيلم بيتكلم في الدين، بيتكلم في السياسة، وملبس طاقية ده لطاقية ده. عايز يقول لك انا لو عكست الكراسي انت هتفضل عندك نفس المبدأ والاتجاه، ولا هتغير رأيك. هتغير. فيلم ذكي جدا. مم. انت اول ساعة هتسأل نفسك هو انت عايز تفرجني على ايه؟ انت ما عندكش ثيم، ازاي ما عندكش وحدة عرف؟ للفيلم. اه ازاي عرف يتنقل من اكتر من جانر من الفيلم ده بالسلاسه دي وبالحلاوه دي عشان يدعو على الانبهار. يدعو الانبهار. ده يدل ان انت مصمم فيلم رهيب. احنا مصممين سكريبت يشيل كل الحاجات دي. انت متخيل جودة السكريبت دي عاملة ازاي؟ في حاجة تانية، الفيلم ذكي جدا. الفيلم ما بيرميش حاجة غير لما بيرجع يستدعيها. انا احترمته اللي هو بيحترمني، اللي هو رمى حاجة وانا خدت بالي اللي هو رمى حاجة، وكنت مستنيه اللي هو يرجع يستدعيها. في افلام تانية بتنسى، ده رجع استدعاها. والحلاوة الموضوع اللي هو بيحط الحاجة قدام عينك في خطر ما، هو بيحطه قدام عينك. فهو لما يظهر الخطر ده انت ما تتفاجئش، ما تقولش ايه ده، لا دي مزقوقه على الفيلم، مزقوقه على الفيلم. انا دي قدامك، حصلت قدام آه. عينك. انا لسه مش عارف احدد مين الافضل في هو الفيلم، السكريبت ولا الاخراج. هو نفس الشخص. ايوه هو ففي نفس الشخص بس. الحاله دي بيبقى صعب الحكم شويه. يعني انا فاهم، لان حاسس هو الاثنين بنفس الجوده. انت تحس في حاجات هو ما بيضطرش يكتبها. انا ما انا يعني مش ما لسه دي هشرح لحد وافهمه. فكره ان الرايتر هو الدايركتور، بتخليه بيبقى ملم بالموضوع كله. في سيكونس يا جماعه، وسيكونس طويل جدا في نص الفيلم تقريبا، طويل جدا، يخرب بيتك، يخرب بيت جنانك، ويخرب بيت تنفيذك. يعني يخرب بيت الفكره اللي انت فكرت فيها والتنفيذ.
وطويله وصعبه. نخش على التمثيل. انا ما عنديش اي كومنت سلبي على اي حد من فريق التمثيل. عندي اشاده بمايكل بي جوردن عشان كان عامل حاجه حلوه قوي في حوار الاخوات. كان مفرق لك بينهم قوي. اول حاجه الاخراج مفرق بينهم، وتجسيد مايكل بي جوردن مفرق بينهم. بس بيجوا عند حته معينه، مش عايز اقول ان ده بقى ده وده بقى ده، بس بيجي عند حته معينه لا انتوا نفس الكور نفس الروح، بس كل واحد فيكم بيبص للعالم بطريقه مختلفه. وقت الخطر بتبصوا للعالم بنفس شبه نفس النظره. فدي ما كانتش سهله في التجسيد. بس ستيل انت حتى في الحته دي، انا حتى لو قلعتهم اللبس بقى مش محددهم، لا هعرف احدد مين مين ومين مين. اه انا ما بس انا عنديش في دور دور انا وحش. شايفه عبقري. انا ناسي الاسامي. الراجل الكبير ده الله ينور عليك. تحفه. الله ينور عليك، تحفه. تحفه. تحفه تحفه. تحفه. اتمنى آه ياخد تقدير في الجوائز. اتمنى. لازم ياخد تقدير في الجوائز، لازم ياخد الفيلم تقدير ده في هياخد الجوائز. تقدير في الجوائز، بس تقدير التمثيل اعتقد هيتشاط، بس هو الراجل ده تاني بالذات. في النهايه الفيلم هينزل تتراته كريدتس، اوعى تقوم في بوست كريدت سين. اه. هو ممكن نقول مش بوست كريدت سين، أو ممكن نقول فيلم قصير اتفرجوا عليه ممتع جدا، او ملخص فيلم ما تقوموش. ملخص فيلم سينرز. مش محتاجين نقول لكم يا جماعة، أرجوكم أرجوكم خشوا الفيلم ده سينما. هتتبسطوا جدا بصريا وسمعيا وكقصة. سيبكم من أي حاجة بقى، سيبكم بقى اللي هو محمل برسايل وإسقاطات وي وي وي. خش اتفرج على حدوتة مسلية لمدة ساعتين. فيلم رائع بيحترمك انت كمشاهد، وهيجبرك ان انت تحترمه كفيلم. فيلم بكل تأكيد هو لو انت بتدور على حاجة تخشها في السينما، سينرز هو افضل حاجة تخشها في السينما. متعة مضمونة. انا مش حابب اتكلم في العيوب في افلام كده، انا ما بقاش حابب اتكلم في العيوب. يعني احنا مش اه نقاد مسامح. سينمائيين واكاديميين، لا احنا بنتكلم عن ناس حاجات بتحبها. الفيلم ده حبيته وهديه 9 من 10. ليه؟ لان في بعض العيوب انا مش عايز اتكلم فيها، مش حابب اتكلم فيها، امم. ان انا اترضيت في الاخر يعني. فانا بالظبط. اديته 9 من 10. انا حبيت سينرز. انا كنت قاعد بفكر في السينما، هو في ايه هنا غلط؟ هو انا ليه هقلله الدرجه؟ فعلا هديله 9 من 10. مش عارف. انا عندي يعني ممكن بس حاسس ان هو مش 10 من 10 برضه، فاهم يعني؟ لا برضه. ما هقول لك بقى من اقطع انا ايه مشكله يعني. اول ما نقفل هقول لك ايه اللي خليته 9 من 10 ماشي. عندي. فنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، ويا رب ان شاء الله. تكونوا اتبسطتوا بالحلقه. طويله بس تستحق، لان الفيلم يستحق. وباي باي.